السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ عاملين إيه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. حلقة النهاردة حلقة جديدة. مفيش سفرة في البيت بتخلى من الوجبة اللي احنا هنتكلم عليها دي، والوجبة دي لو ما استخدمناهاش صح أو أخدناها بانتظام وطريقة الطهي بتاعها يبقى صح، بتتحول من فايدة لضرر، بتتحول من حاجة مفيدة لسم فعليا في الجسم. البيض. البيض موجود على كل سفرة، موجود في كل بيت، بس طريقة استخدامه هي الغلط. البيض أكبر عنصر أو من أكبر العناصر الغنية جدا بالبروتين، ومفيد جدا لحاجات كتير، بس استخدامه الغلط هو اللي بيحوله من نعمة لنقمة. فاحنا بنتكلم النهاردة على 5 أخطاء احنا بنعملها واحنا بناكل البيض أو بنطهو البيض، يعني نطبخ البيض، ده بيحولنا من فايدة لضرر. هنتكلم النهارده على ال5 اخطاء دول، ويا رب الحلقه تعجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك لو انت لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد في معلوماتنا اللي بنقدمها كل يوم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهارده على ال5 اخطاء. اول خطأ، ناس جدا بتحب البيض بريشت، اللي هو نص سوا، اللي هو الصفار بتاعه يبقى سايح. المشكله في الصفار السايح ده ان احنا ممكن يكون مش مطهو كويس، فبالتالي ممكن لا قدر الله يبقى فيه بكتيريا اسمها سالمونيلا. السالمونيلا دي بتسبب ايه؟ بتسبب التسمم، بتعمل اسهال شديد جدا، تعمل ضعف للمناعة، تعمل التهاب في الامعاء، وده خطر جدا على كبار السن والاطفال واصحاب المناعة الضعيفة. واحنا قلنا قبل كده في حلقات قبل كده ازاي اقوي المناعة عندي بالاعشاب الطبيعية، مش بكيماويات ولا ادوية. الخطأ التاني هو قلي البيض نفسه. قلي البيض لو انا استخدمت زيت محروق قبل كده او زيت مستخدم قبل كده، ده بعمل كارثة. ازاي؟ انت كده بتخلط بروتين البيض اللي احنا عايزين نستفاد بيه مع دهون مؤكسدة قبل كده. طب وده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ارهاق للكبد بشكل فظيع، وبتسبب التهابات فظيعة، ترفع الكوليسترول الضار في الجسم. البيض مش وحش، بس طريقة الطهو بتاعه هي اللي ممكن تكون غلط. الخطأ الثالث، اكل البيض يوميا بدون حساب. ازاي؟ في ناس متعوده انها بتاكل 3 4 بيضات في اليوم، فاكرين ان هما كده بيبنوا عضلات بيستفادوا بيه، لكن للاسف زياده البيض بتساوي زياده الكوليسترول. طبعا زي ما احنا قلنا بتعمل اجهاد للكبد بشكل فظيع، بتعمل لزوجه للدم، يعني بتقلل السيوله اللي موجوده في الدم، وده بيبقى عرضه بعد كده لا قدر الله للجلطات. الجسم محتاج توازن، فالافراط في اكل البيض مش صح. واحنا هنتكلم في اخر الفيديو ازاي اتناول البيض بطريقه كويسه متوازنه. الخطأ الرابع، مع اكلات معينه. يعني ايه؟ بحط البيض في اكلات معينه زي اللحوم المصنعه، زي المقليات، زي الجبنه الرومي. ده بيتحول لقنبله دهون. قنبله الدهون دي معناها يبقى بعد كده في حموضه، في خمول، في كسل، في تعب بعد الاكل. الخطأ الخامس، ان انا ما بسمعش لجسمي. ازاي؟ في ناس الجسم عندها مش متقبل البيض، بس بيكمل غصب عنه. طب ازاي؟ يعني ناس بتاكل البيض بيحصل لها انتفاخ، بيحصل لها صداع، بيحصل لها حكة، بيحصل لها كسل شديد جدا. دي رسائل جسمك بيقول لك انا رافض البيض ده. يعني بمعنى صح، جسمه عنده حساسية من البيض، فبالتالي لازم يوقفه. اي مع اي علامه من اللي قلناهم ال5 دول ظهرت عندك، لازم لا تتوقف عن البيض لو هو في عندنا حساسيه، او ان انا اخده بطريقه منتظمه. طيب الطريقه الصح اللي احنا وعدناكم بيها ازاي؟ البيض لازم يكون مستوي كويس جدا، بدون زيت او زيت خفيف، والافضل كمان لو زبده بلدي، لكن بلاش الزبده المصنعه او الصناعيه. 3 مرات في الاسبوع ان انا اتناول فيهم البيض، ده كويس جدا جدا جدا، والجسم هيستفاد بيه وما بقاش فيه افراط في تناول البيض نفسه. عايز اخلطه مع حاجه، اخلطه مع الخضار، لكن ما تخلطوش مع المقليات. زي ما قلنا احنا بلاش الجبنه بالرومي، بلاش اللحوم المصنعه. ده كده
هيبقى نتيجته افضل واستفاد بيه كمان اكتر. زي ما احنا قلنا ان البيض من اكبر المصادر للبروتين للجسم، يبقى لازم استخدمه صح. المشكله مش في البيض، المشكله في طريقه تناولك انت للبيض. فبقى لو احنا مشينا بانتظام وتجنبنا الخمس اخطاء اللي احنا بنعملهم دول، هتلاقي النتيجه مختلفه جدا معاك، تمام، في جسمك. وهتلاقي ان انت بتستفاد باكل البيض بدون اي اضرار. ربنا يحفظكم جميعا. لو عجبتك الحلقه دي ما تنساش تعمل اعجاب، ولو مش مشترك اشترك في القناه وفعل الجرس عشان يوصلك كل المعلومات اللي احنا بنقولها كل يوم. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده من سر الطبيعه مع ابو عيسى، ودايما تكونوا بخير وبصحه وعافيه. السلام عليكم.